السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البسيسة، هنسميها البسيسة المدلعة. طب مدلعة ليه؟ زمان كانوا بيعملوا البسيسة ازاي؟ امهاتنا واجدادنا بقى رحمة الله عليهم كانوا بيعملوا البسيسة بالزيت والبيض والسكر والدقيق، دقيق الذرة. ما يضيفلهاش اي حاجة تانية غير الحاجات دي بس. لكن دلوقتي بقى دلعناها وحطينا لها بقى برتقان وحطينا لها لبن بودر، وفي ناس بتحط لها زبادي، ناس بتحط لها لبن وفي سمنة وزيت او زبدة. يعني البسيسة اختلفت عن زمان. قبل ما نبتدي بقى يا حبايبي الفيديو، نسمي الله ونصلي على رسول الله. ولو عجبك الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. بس المقادير بتاعتنا زي ما احنا متعودين ان شاء الله ان شاء الله هتبقى سهلة وبسيطة وفي متناول اي حد يعملها. عندنا المقادير بتاعتنا كوباية زيت على سمنة. انا حاطة نص زيت وربع سمنة. لو انت عايزة تحطي ميكس زيت مع سمنة نص بالنص تحطي. المهم ايه ان انا 3/4 كوباية سمنة زبدة اللي عندي. كوباية عصير برتقان، خدت حوالي 3 برتقانات. كوباية دقيق متعدد الاستعمال، وكوباية ونص دقيق ذرة اللي هو في البولة ده، وثلاث بيضات كبار. لو عندكيش بيض كبير حطي 3 4 صغيرين، وكوباية ونص سكر، وباكو بيكنج باودر او ما يعادل معلقة كبيرة اللي هي حوالي 16 جرام، وباكو فانيليا البرتقال. يعني اي فانيليا، بس انا كان عندي فانيليا برتقال فقلت ايه خلاص اوكي استخدمها. عشان هعمل ايه؟ هستخدم البرتقال. والبرتقان 3 برتقانات اللي انا عصرتهم وادوني الكوبايه دول، خدت البشره بتاعتهم بردك بشرتهم وهستخدمها في الوصفه. ان كده دلوقتي بحط المقادير الجافه على بعضها. الدقيق العادي اللي هو الابيض كوبايه على كوبايه ونص اللي هو دقيق الذره، انا نخلاهم قبل كده. واحط اللي هو الباكو بيكنج باودر او معادل معلقه كبيره عشان اللي بيستخدم علب، وهنخلهم. وطبعا اهم حاجه النخل كويس، نخلي الدقيق كويس عشان الحاجه بتاعتك تطلع ايه هشه وحلوه. وتقلبي الحاجات الجافه مع بعضها كده مع بعض كده. وبعد كده ايه نبتدي بقى ايه نخلص موضوع التقليب ده ونسمي الله ونبتدي في موضوع ان احنا المقادير التانية السايله بقى نحطها مع بعضها. انا هستخدم مضرب يدوي، ممكن تستخدمي معلقه، مستخدمي خلاط، مستخدمي مضرب كهرباء. الموضوع سهل وبسيط، مفيش اسهل منه. اللي انت عايزه تستخدميه استخدميه، موجود عندك استخدميه، مفيش اي مشكله. يبقى انا حطيت اول حاجه كوبايه ونص سكر. حط كوبايه الميكس بقى الزيت مع سمنه. انا حاطه نص زيت وربع سمنه، وانت عايزه تحطي نص بنص حطي. ومعلقه، حوالي معلقه ونص خل كده او معلقه عشان زفرة البيض وعشان بيحسن الكيك بتاعنا وبيطلع هش وحلو. بس ونقلب السكر كويس جدا مع الزيت والسمنه. تمام، ضربهم كويس جدا بالمضرب بالمعلقه، اي معلقه عندك. عايزه تستسهلي في الخلاط بالمضرب الكهربائي مفيش اي مشكله. هنكسر البيض هم 3 بيضات كبار ونحطهم. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي على سيدنا محمد. وهنحط ده فانيليا البرتقال. لكن لو ما كانش عندي فانيليا البرتقال كنت احط فانيليا عادي باودر او سايله، معلقه كبيره سايله، او باكو ايه من الفانيليا العاديه. وهحط بشر البرتقال اللي انا حطيته، بس هو مخضر شويه عشان البرتقال لسه طالع جديد وكده، فمش اصفر وحلو يعني. بس وانا ببشر البرتقال اخد بالي ان انا ما اخدش في القشره البيضه، يعني القشره الخفيفه اللي بره الصفرة دي او المخضره دي، عشان القشره البيضه بتمرر الحاجه. وحطيت ربع معلقه ملح اهي. انا المفروض كنت حطيتها مع المقادير الجافه مع بعضها، بس المهم كلهم هيتحطوا في وعاء واحد، ما فيش مشكله ان انا احطهم وخلاص. وبعدين احط كوبايه البرتقال. طب افرض انا ما عنديش برتقال وعايزه اعملها باللبن، هعملها بكوبايه لبن. او عندي زبادي، احط كوبايه زبادي ونص كوبايه لبن. المقادير دي لعبه في ايدك، مش هاخد الوصفه خلاص لا انا مش هعمل. طب ابني قال لي قومي اعملي صينيه كيكه وانا ما عنديش غير بيضتين، مش هعمل؟ لا هعمل. وازود السوائل في اي حاجه تانية، في لبن، في ميه، حتى لو عملتيها بميه. هحط زودت بقى معلقه لبن بودر قبل ما احط المقادير كده عشان اخلي البسله بتاعتي غنيه. لو ولادك بقى خدوا او تحطي بقى، ممكن تحطي معلقتين، انا حطيت معلقه. ولادك خدوا كوبايه شاي بلبن مع حتتين بسيسه كده، يبقى ايه خدوا وجبه غذائيه متكامله فيها كل عناصر غذائيه غنيه
فيها لبن وفيها بيض وفيها برتقان، فيها كل حاجه، سمنه وزيت او زبده قلت لك اللي موجوده عندي. ونقلب المقادير مع بعضها كده ما شاء الله. اللهم صل، مش هتاخد في ايدك وقت يعني. الدنيا برد، قومي كده خشي في المطبخ، مش هتكملي نص ساعه تكوني عملتي، لا هو مش نص ساعه، ربع ساعه تكوني عملتيها ودخلتيها الفرن، عشان هي في الفرن تاخد لها حوالي نص ساعه. اهي بسم الله ما شاء الله قوامها اهو. هو ده القوام، هتلاقيها خفيفه كده شويه، بس هو ده القوام الحلو عشان تطلع الكيكه بتاعتنا هشه وحلوه. تمام. او البسيسه بتاعتنا. هندهن بقى صينيه دي مقاس 30 ماشي، وهبطنها بشويه دي عشان دي سلس او الالومنيا كده، او ممكن تحطي ورق الزبده. لكن صينيه بقى لو بايركس او تيفال او حاجات من اللي ما بتلزقش، مش هتدهنيها سمنه بس او الزيت وخلاص. وبعد كده هرش فيها رشه دقيق بس عشان ابطنها وننفضها كويس من الدقيق. بس لو عندك ورق الزبده حطي ورق الزبده وخلاص، ما تبطنيش بالدقيق، مفيش اي مشكله. بس وخلصت الموضوع اهو، مفيش اسهل من كده. هننفض الصينيه كويس، ونيجي بقى بنحط بقى ما ننساش بقى ان الدعاء اللهم اطب بنا وبعبادك في غزه، وبعبادك في السودان، وبعبادك في لبنان، وبعبادك المستضعفين في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين يا مغير الاحوال، غير حالنا احسن. خلصنا كده، هنسخن الفرن، نكون مسخنينه على درجه 180 درجه لمده 10 دقايق. وهنحط الصينيه بتاعتنا بقى، هتاخد لها حوالي من 30 ل 35 دقيقه، وتكون جاهزه بتاعتنا، وتكون ان شاء الله استوت. سمي الله كده وانت بتدخليها الفرن، وانت بتطلعيها من الفرن هتتاكدي قبل ما تطلعيها الفرن بالخله دي او بسكينه او باي حاجه، هتلاقيها زي الفل. انا جربتها قبل ما اجربها لكم قدامكم كده. وهبتدي هديت شويه، فهنبتدي نقطعها. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اهي. قطعي بقى التقطيع اللي انت عايزاه، قطعيها كبيره قطعيها صغيره اللي انت عايزاه. المهم ان ايه، لكن الصينيه لو انت عايزاها عاليه قوي حطي دي مقاس 30، حطي بقى في 28 في 26 في 24، كل ما انت عايزه ارتفاع اكتر. لكن انا عايزاه يعني تبقى على قد قطمه البق، فعملتها في الصينيه دي. المهم ان البسيسه او الكيكه بتاعتك تكون هشه وطريه، وتاكليها كده تدوب في البق على طول باذن الله وفضل الله. اهي. ما تنسوش بقى يا حبايبي تشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الفيديو، لو ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش القناه اشترك، وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وتعملوها في البرد دوت، ما تقولش الدنيا برد، او احنا لسه ما دخلناش في البرد طبعا، لسه البرد جه وبيعوز الحاجات اللي زي دي دافيه وكده، الحاجات اللي بتدفينا وتدينا طاقه. بس بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.